الحمد لله على نعمة الإيمان به وشرف الإسلام له، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد، فما أسعدني بهذا اللقاء لقاء في الله أولا وأخيرا، ولقاء في جامعة أعدت لتمد الحياة بطاقات بشرية في جميع الفنون والمعارف، لتنمو بالحياة وترتقي بالوجود حولها. وسعيد به أيضا لأني ألتقي فيه أولا بشباب هم عدة المستقبل الذي نحاول أن نبنيهم له ليستقبلوه بخير ما استقبلنا نحن الشيوخ تلك الحياة. والشباب في واقعه تنقصه المعرفة، والشيوخ في واقعهم تنقصهم القدرة. والنجاح في الحياة يتطلب المعرفة ويتطلب القدرة معا. لذلك لم يكن الشاعر مبالغا حينما قال: أواه لو عرف الشباب وآه لو قدر المشيب. حين تنضج المعرفة في الشيوخ تخذلهم القدرة، وحين توجد القدرة في الشباب تخذلهم المعرفة. فوجب حتما أن تلتقي معرفة الشيوخ بقدرة الشباب، وحينئذ نواجه الحياة بمعرفة قادرة أو قدرة عارفة. لأن الذي يجنح بالحياة قدرة تسير على غير هدى في حركته، أو معرفة تضلل القدرة في مسارها. فيجب إذن أن يلتحم الشباب بالشيوخ لينفخ الشيوخ في الشباب طاقات معرفتهم في طاقات قدرات الشباب، وبذلك يوجد المزيد الإنساني الطموح الذي يرتقي بالحياة. وما دام موضوعنا هو الشباب والشباب ربيع الإنسان، فوجب قبل أن نحدد النجاح في أي ميدان أن نتفق على مهمة مسلمة للإنسان في ذلك الوجود، حتى لا يبتكر كل إنسان منا للإنسان مهمة، وحينئذ تتصارع المهمات وتتعاند الطاقات وتتبدد المعارف. فوجب إذن أن نبحث في ذلك الإنسان من قضايا مسلمة. ومعنى قضايا مسلمة أنه لا خلاف عليها. وحين ننطلق إلى مهمة الإنسان من مسلمات متفق عليها، وجب إذن أن نلتقي في الوسيلة كما التقينا في الهدف. ولكننا نسأل أنفسنا: الإنسان في ذلك الكون كما نقول دائما حين يستعرض ذلك الكون المحسن
يجده سيد ذلك الكون، لأن عناصر السيادة مكتملة، فهو تنفعل له الماء وتنفعل له الأشياء حينما يقبل عليها فاعلا، ولا نجد للأشياء التي يقبل عليها فاعلا ثم تنفعل له تأبيا عليه أو ظنا أو بخلا بموجوداتها أو إرادة تنازع إرادته، ولكنها منفعلة له دائما. وهذا الانفعال في الكون دون الإنسان للإنسان يفسر لنا أن الله سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، لأن التسخير معناه أنه لا إرادة للمنفعل مع الفاعل. فالمادة التي يقبل عليها المجربون ليستنبطوا أسرار الله لا تتأبى عليها، والنبات الذي يزرعه الإنسان في مناخه وبيئته وزمانه لا يتأبى عليه، والحيوان الذي يستخدمه الإنسان في مهماته لا يتأبى عليه في أي موضع وضعه. وهناك أشياء لا تدخل تحت الانفعال للإنسان فهي تؤدي مهمتها سواء فعل معها الإنسان أو لم يفعل، كالشمس والقمر والنجوم والمطر وإلى آخره. إذن فالإنسان حين تنفعل له الأشياء حين يكون فاعلا لا تتأبى عليه، لأن الذي يصادم فعل الإنسان دائما أن يوجد الفاعل ولا يوجد القابل، وحينئذ يكون الفعل عبثا. وأثر الفعل لا يتعلق بوجود الفاعل له فقط، وإنما يتطلب قبول المنفعل للفعل. فلو أن إنسانا فعل فعلا في غير قابل للانفعال به لم يؤتي العمل بنتيجة. والقابليات للانفعال قد تقلب الشيء إلى ضده وإلى نقيضه. فالنافخ بنفسه مثلا حين ينفخ في شمعة يطفئها فانفعلت الشمعة بالانطفاء، ولكنه ذات حين ينفخ في النار الخامدة تتأجج. فما هو الفارق بين النفختين؟ هنا نفخة وهنا نفخة، فالفاعل واحد، ولكن المنفعل والقابل للفعل مختلف. فالشمعة قبلت فانطفأت، والنار قبلت فتأججت. وكذلك يستيقظ الإنسان صباح الشتاء فيجد الجو باردا ويخرج أطرافه باردة، فينفخ في يده مثلا ليعطيها قسطا من الحرارة يجري فيها دمه، ولكنه حين يأتي ليشرب كوبا من الشاي حرارته مرتفعة ينفخ فيه ليبرد، فمرة نفخ ليعطي حرارة ومرة نفخ ليعطي برودة. إذن فالفاعل شيء والمنفعل والقابل للفعل شيء آخر. فإذا ما استعرضنا قضية الإنسان في الوجود وجدنا الوجود ينفعل للإنسان، كل أجناس الوجود دون الإنسان منفعلة له بلا اختيار وبلا إرادة. إذن فلا إرادة لها في أن تقبل أو لا تقبل، ولكن المهم أن أوجه الفعل بصلاحية الفعل لله. فالكون موجود فيه جماده وموجود فيه نباته وموجود فيه حيوانه، وهي دون الإنسان لا شك، والإنسان تميز بذلك الفكر. هذه الأشياء التي دون الإنسان موارد طبيعية ليس للإنسان فيها صنعة أبدا، ومهمة الإنسان فيها أن يتفاعل معها. لكن
يتفاعل معها لأي غاية. الغاية إذن هي محط البحث. نقول فلنعامل أنفسنا معاملة طبيعية. الإنسان لا شك صنعة، وللإنسان في ذاته صنعة، يعني يصنع أشياء. فحين يصنع الإنسان شيئا من الأشياء، أليس هو الذي يحدد مهمة هذه الصنعة؟ أم الصانع يصنع الصنعة والمنتفع هو الذي يحدد المهمة؟ الصانع يصنع الصنعة ويحدد مهمتها، ويستقبل مع تحديد المهمة ما وضعه صانعها من كتالوج قانون الصيانة. افعل في الصنعة دي كذا لتؤدي مهمتها، ولا تفعل كذا فتعطب. إذن فالإنسان قضية مسلمة يستقبل مهمة الصنعة من صانعها ويديرها على وفق ما رتب صانعها في كتالوج الصيانة. تلك قضية مسلمة عندنا جميعا. فإذا أردنا أن نعرف الإنسان ومهمته، ونعرف أن الإنسان صنعة غيره لم يصنع نفسه، لو أنه صنع نفسه لحدد مهمته، كما نحاول نحن حين ننفصل عن صانعنا. إذن فما دام الأمر كذلك وجب أن نرد صنعة الإنسان إلى صانعه لنعرف ما مهمة هذا الإنسان عند صانعه. وما دام لم يدعى إلى الآن أن إنسانا صنع إنسانا أو صنع نفسه أو خلق خلقا آخر، فوجب أن نستقبل مهمة الإنسان من صانع الإنسان. وما دام لم يدعي أحد في الوجود المحس أنه صنع الإنسان، فوجب أن نبحث بعقولنا عن صانع ذلك الإنسان حتى نستقبل المهمة منه. فساد الكون كله من اعتبار الإنسان نفسه أصيلا بلا أصل، وليس المهم أن يكون أصيلا، بل المهم أن يكون خليفة كما حدثتنا الأديان. وما دام لم يدعي أحد أنه صنع الإنسان، فوجب إذن أن نفتح آذاننا لنسمع من يشرح لنا هذه المهمة. إذن فوقفة العقل وقفة طبيعية لتبحث جيدا عمن يدلها على مهمة ذلك الإنسان في الوجود. وحين يأتي من بين البشر إنسان ويقول أنا من عند القوة التي صنعتك وجئتك بالمنهج وبالمهمة التي يجب أن تكون عليها في الحياة، يكون قد جاء لي بمطلوب عقلي أنا حائر فيه. والذي يجيئك بمطلوب عقلي أنت حائر فيه، ألا يجب أن تستمع له؟ لغز يراد أن يحل، وجاء لك واحد من الناس ليقول لك أنا أحل لك ذلك اللغز، والدليل على أني صادق في حل ذلك اللغز لك أن معي آية ومعي بينة لا يقدر عليها البشر في مدارات نبوغاتهم كلها، دليل على أنها ليست من عنده. فحين نستقبل الرسالات بمعجزاتها تحل لنا قضية الإنسان ومهمته التي تتركز: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. إذن فمهمة الإنسان في هذا الوجود حددت بأنها عبادة من صنعه، ومعنى عبادته الاتجاه إليه في طلب قانون حركته في الوجود: افعل كذا ولا تفعل كذا. وما لم يرد فيه افعل ولا تفعل فهو مجال الاختيار، فعلته أو لم تفعله. حين نجد أن العبادة بهذا المعنى، وليست العبادة كما يفهم السطحيون أو الذين لا يفقهون أديان الله
أنها هي المناسك والشعائر التي تؤدى دون حركة الحياة الباقية. نقول له لا، العبادة معناها الخضوع وتسليم القياد لمن خلق وصنع وهدى، افعل كذا ولا تفعل كذا، فكل حركتك في الوجود عبادة. ولكن الشعائر أو المناسك التي يسمونها تسمية تصنيفية تأليفية عبادات ومعاملات، نقول لا، ده اسم تعليم. أما كل حركة في الوجود فهي عبادة ما دامت سائرة في نطاق افعل ولا تفعل. والحق حينما أراد أن نعبده على هذا الوضع أراد أن يستديم لنا الاتصال بالنبع، النبع الأصيل، وهو الإله الذي شهدت أنه لا إله إلا هو، ليستمر دائما الإنسان ممدودا بطاقة وقدرة ذلك الإله. فالشعائر التي نصنعها هي شحن فقط للطاقات الإيمانية، وشحن الأشياء بالطاقة لا يعني أن ذلك الغاية، ولكن للطاقات منطلقات تنطلق فيه وتتحرك. فالذي يأخذ الدين على أنه شعائر نقول له شحنت طاقة وعطلتها عن مجال الوجود. والله لا يريد منك أن تشحن نفسك بطاقة إيمانية إلا لتقوى على الحركة الوجودية بالفعل. فإن أنت أخذت هذه الشعائر والنسك على أنها الغاية نقول شحنت طاقة وأهملتها فلم تتصرف فيها في الوجود. إذن قول الحق اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها يحدد مهمة الإنسان. مهمة الإنسان أن يستعمر في هذه الأرض. يستعمر يعني يطلب منه أن يعمرها، وطلب العمارة يقتضي أمرين: أن تترك الصالح بذاته فلا تفسده، وأن تحاول أن ترتقي بالصالح إلى أصلح منه. عمارة الكون أيضا لا تعمد إلى شيء صالح في ذاته فتفسده، بل حاول جيدا أن ترتقي بالصالح إلى أصلح، لأن الله ضمن لك في الوجود مقومات وجودك الذي يضمن لك الحياة. فإن أردت ارتقاء في الحياة، إن أردت نموا في الحياة، فعليك أن تستغل طاقتك الفكرية لتخطط، وطاقتك الجسمية لتبرز الفكر إلى سلوك عملي تتفاعل به مع الوجود لترقى بهذا الوجود. فإن أنت لم تصنع ذلك سيظل أمرك على خيرات الله الخام تؤدي دورا طبيعيا بدائيا. ولذلك يقول الحق في مسلمة أخرى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالذين كانوا يذهبون إلى النبع ليشربوا أو ليحملوا الماء إلى بيوتهم كانت مهمة شقة. كل إنسان يذهب إلى النبع ليحمل الماء في جرار أو كرب وبعد ذلك يذهب به. نأتي فنقول عمارة الكون في هذه الجزئية بالذات ألا تعمد إلى النبع الصالح بذاته فترتمه تردمه أو تلوث معه، ودع الناس يأتون ليأخذوا معه. ومرحلة أخرى أن ترتقي بالشيء الصالح إلى الأصلح، فتفكر بعقلك في ظواهر الوجود وفي آيات الكون علشان تستنبط طريقة تخفف على الناس متاعب الانتقال إلى الماء. وبعد ذلك فعلا وجد أناس فكروا وأخذوا من ظاهرة الاستطراق في الماء أن يصنعوا خزانات عالية ويجيبوا آلات ضغط ترفع لها الماء ويمدون منها أنابيب إلى البيوت، فكل واحد يفتح صندوره في البيت ويأخذ الماء. إذن فأنت رقيت الشيء الصالح إلى أصلح منه. لو لم يفكر الإنسان في ظاهرة الاستطراق في السوائل، ولو لم يفكر في المنسوب العالي والمنسوب الواطي، لظل كما كان يذهب إلى النبع ليشرب منه.
فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكيف ذلك؟ لا يكون ذلك إلا بأن نلتفت إلى ظواهر الكون، الظواهر الطبيعية في الكون. لو تأمل الإنسان في أي ظاهرة طبيعية في الكون لأمكنه أن يستنبط منها ما يعطيه أكبر الثمرة بأقل مجهود في أكثر زمن. تلك مهمة الارتقاءات كلها. ماذا نريد من الارتقاء؟ أن نأخذ ثمرة كبيرة بمجهود قليل في زمن يسير. هذا لا يتأتى إلا بأن يفتح الإنسان عينيه لكل ظواهر الوجود. وأنت إذا استقرأت الابتكارات أو الاختراعات النافعة للإنسان وجدتها لا تعدو هذه المسألة في أن يرى الإنسان ظاهرة في الوجود، ظاهرة يراها كل إنسان، ولكن فرق بين إنسان وإنسان: إنسان يمر على الظاهرة وهو معرض ولا يلتفت إليه، وإنسان يمر على الظاهرة بإمعان ودرج فيخرج منها بنتيجة وثمرة. فالذي رأى مثلا قدر وفيه ماء بيغلي وغطاؤه يرتفع، هذه ظاهرة يراها كل الناس، ولكن إنسانا وقف عندها فقال: ولماذا يرتفع الغطاء إلى أعلى؟ فظل يدرس فوجد إن المية لما تتبخر بتاخد حجم زائد وبتعمل ارتفاع. قال: طب ولماذا لا أسخر هذه الطاقة البخارية في عملية دفع وأدفع بها عجل وأعمل كذا وأعمل وعصر البخار قام علشان واحد التفت إلى ظاهرة طبيعية في الكون. والذي اخترع الأجسام، قانون الأجسام الطافية والبواخر والغواصات والدنيا اللي مالية البحر ده، برضه ظاهرة إن نزل في الحمام وطلع شوية مية، قعد يبحث ليه المية اللي طلعت، وقعد يشوف الماء المزاغ ومش الماء المزاغ والحجم والكتلة وإلى آخره فطلع لنا. والذي رأى مثلا التفاحة سقطت من الشجر، ظاهرة يراها كل إنسان، لكنه أخذ منها بحثا وظل يتطور فيه إلى أن جاء بقانون الجاذبية وإلى آخره اللي صعدوا به إلى أجواز الفضاء. الله! إذن فأي قضية حضارية ملفتة للنظر معجبة غريبة تنتهي إلى شيء بدهي في الوجود، ولكن الله أوجد قوما التفتوا إليها واستنبطوا منها. إذن فلو أن الناس فتحوا عيونهم إلى كل ظواهر الوجود لأمكنهم أن يستنبطوا منها استنباطات تسعدهم وترقيهم وتريحهم. ولذلك تجد القرآن حين يعرض هذه القضية يأتي بمسلمة: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ينعى الله علينا أن نمر على أي ظاهرة أو آية في الأرض ونحن معرضون عنها. وما دام ينعى علينا أن نكون معرضين، إذا لازم يعني أن نكون باحثين متأملين حتى نستنبط منها أشياء كثيرة. الإنسان حينما يستقبل الوجود هذا الاستقبال نجد أن الإنسان فيه طاقات منوعة. ومن رحمة الله سبحانه أن جعل الإنسان أفرادا يشتبهون في القضية الأساسية الإنسانية وهي الحيوانية والناطقية أي الفكرية، وبعد ذلك أمد كل إنسان بطاقات ومواد في جسمه وفي نفسه وفي عقله. لماذا؟ حتى لا يكون الأفراد في الكون مكررين، لأن الأفراد لو كانوا مكررين لنجحوا في جانب من الحياة وزاوية واحدة من الوجود، والوجود يتطلب نواحي متعددة وزوايا شتى. إذن فلا بد أن تعد الأفراد إعدادا اختلافيا لا اتفاقيا تتفق في الأصل الأصيل: الحيوانية الناطقة، الحيوانية المفكرة. وبعد ذلك تجد أن الله أفاض على الناس مواهب متعددة. هذه المواهب هي اللي نسميها الإمكانيات البشرية، الإمكانيات في الجسم، إمكانيات في النفس، إمكانيات في العقل. وما دامت هذه هي المسألة، إذن فالنجاح لأي فرد من الأفراد لا يعني إلا مسلمة واحدة، وهي أن يصادف العمل الموهبة.
يقول لك فلان نابغ في عمله، يعني ايه؟ عمله صادف موهبته، فإن صادف العمل الموهبة كان النبوة. وكثير من الناس يعملون في غير ميادين مواهبهم. حين يعملون في غير ميادين مواهبهم يعملون عملا جامدا، عملا ميتا، عملا لا ابتكار فيه، عملا لا تجديد فيه، عملا لا روح فيه. إذن فالأساس الأصيل أن تتجه المواهب إلى ميدان عمل يناسب هذه الموهبة. لذلك كان من الواجب على المربين أن يواجهوا الناس مواجهة تتيح لهم الفرصة أن يتعرفوا مواهب الناشئين. حين يتعرفون مواهب الناشئين يوجهون كل موهبة إلى مجالها، وحين تتوجه كل موهبة إلى مجالها يكون النبوغ، وحين يكون النبوغ يجتمع نبوغ الفرد مع الفرد فيكون نبوغ الأمة ويكون ارتقاء الوجود كله. إذن فإتاحة الفرصة لإظهار المواهب هذا ما تعنيه كلمة النشاطات. النشاطات أن لا نأتي بالطالب ليستقبل منهجا قد يكون المنهج متفقا مع البعض وغير متفق مع البعض الآخر، فينجح ما اتفق فيه ويفشل من لم يتفق فيه. فجاء المربون ليتيحوا الفرصة للمواهب تظهر. المواهب دي تظهر ازاي؟ بأننا نوجد لها مجالات نشاط حرة، ليتوجه كل إنسان إلى جهة النشاط التي تصادق موهبته. حين يتوجه الإنسان بحريته إلى ميدان النشاط الذي يناسب موهبته وجب أن نأخذ الأنشطة على قدرها، وأن لا نجعل الأنشطة التي هي وسيلة لإظهار المواهب غاية في ذاتها. نقول له إن جعلتها غاية في ذاتها تبقى فشلت، وصرفت الناس إلى ميادين لهو وإلى ميادين لعب. ومن العجيب اللي يجب أن تواجه بالناس وتواجه بنفسك أن الناس حين يلعبون الكرة مثلا تجدهم فيه قانون الجميع يحترم، اللاعب والحكم والمتفرج، وقانون منضبط بمعنى المباراة ابتدأت في الساعة كذا، يعني لازم تبتدئ في الساعة كذا، ولازم نحافظ على زمنها. فإن كان 3/4 ساعة يبقى لازم 3/4 ساعة. إن كان فيه وقت ضائع نقول لا، ما نفوتش الفرصة بالوقت الضائع، لازم نعوضه بالوقت. يا سلام، الدقة بلغت بالشكل ده. وإذا ما أخطأ لاعب فأمامه الحكم، وإذا ما أخطأ الحكم الجمهور يصفق عليه ويهلل. لماذا؟ لأنه خالف نظاما متفقا عليه مرعيا من الجميع. فمن العجيب أننا أخذنا الجد وطبقناه جيدا في ميادين اللعب، ثم جئنا في ميادين الجد فلعبنا. فإذا ما جاء حكم الله الذي انتهينا إلى أنه هو الوحيد الذي يضع المنهج لنا، لا اللاعب ولا الحكم ولا الجمهور. اللاعب يسمع الأذان ولا يروحش. طب خلي صفرة الحكم كده، صفرة الحكم تضرب كيف تلاقي الكل. يا سبحان الله، قوانين البشر مرعية في الوسيلة التي جعلناها فقط لنظهر المهارة، وبعد ذلك الغاية نهملها. طب والذي برضه يغطرش في قضية الدين، الأب ما يلاقيش ابنه صلى معلش يغطرش شوية، أنا مش عارف إيه يا شيخ خليك حكم. ده أنت ساعة ما بتشوف كده تقول إيه تسلم مش عارف إيه. يا أخي خليك حكم. وأنت يا جمهور بقى اشمعنى لما تشوف لعبة خالف فيها الحكم الحكم المنصوص عليه تصفق عليه وتهرج وتعمل لك ممكن تضرب الحكم؟ طب ولماذا لا يكون ذلك موقفك في كل مخالف للمنهج الحق المراد؟
إذن آفة ذلك أننا أخذنا الهوايات على أنها غايات، وذلك هو أساس الخير. أنا أخذ الهوايات على أساس أنها مجال فقط يتيح الفرصة للموهبة أن تبرز، ثم ألتقط صاحب الموهبة لأوجهه في ميدان الجد. فإن كانت الأنشطة والهوايات في الجامعات تمشي على هذا الأساس يبقى على العين والرأس ومرحبا. وأما إن اتخذتها غاية كنت أحب أن يكون في ميدان النشاط. طالب ابتكر شيئا في معمله، ابتكر شيئا يخفف شيئا في المجتمع، يأتي بشيء، إنما كلها لعب، هذه مسألة خيبة. إذا علشان ننجح لازم نوضع لكل حاجة مجالها وميدانها. أنا بلعبه وبقويته علشان أعرف موهبتك، وبعد ذلك حين أعرف هذه الموهبة أوجهها للمجال النافع. ما أربطوش وأجمدوش على إيه. يعني لما يكون أنا عندي في الجامعة فريقين اثنين، فريق أصيل وفريق احتياطي، 22 و22، إيه يعني لما يكون عندي دول أجسامهم كويسة ومش عارف إيه ومنفعلين؟ لا، ده أنا عايز هذه الحركة تسيح في الكل، يعني نكون رياضيين. معنى رياضيين أننا نحترم العمل الكويس ولو من الخطأ. لا، ده يبقى فريق وده فريق ويضربوا بعض. يا شيخ، ما دام هذا جود فيجب أن يتلقى تبريكا. لماذا؟ لأن المجود في صناعته يعود تجويده في صناعته علي أنا. هبني صانع جيد، ماذا أصنع لنفسي؟ أصنع لنفسي حرفة واحدة، وبقيت الزوايا في يد من لا يحسن. أتعب ولا أرتاح؟ لكن إذا كان الجميع مهر في صناعتهم فأنا سأستفيد أنا من هذه المهارة. إذن فوجب أن نأخذ منطق الأشياء على حجم الأشياء نفسها، ما نديش للوسيلة على أنها هي الغاية. حين نجد هذه المسألة تأخذ وضعها نقوم ننظر إلى مهمة بقى الجامعة، مهمة الشباب اللي احنا عايزين نربيه. نقول له يا شباب، أنت تأثرت ببيئتك التي عشت فيها على قدر ما وجد فيها من إمكانيات، فمهمتك الآن لتثبت لك وجود في الحياة ألا تأخذ فقط فأن لا تعطي، وإلا كنت إنسان عالة تأخذ ولا تعطي. يبقى مهمتك إنك أنت كما تأثرت بالبيئة التي عشت فيها حاول جاهدا أن تؤثر في البيئة. ومعنى تأثيرك في البيئة أن تبتكر جديدا، ومعنى أنك تبتكر جديد لازم تعكف بقى على الدرس، ولا تقعدش تاخد الكلمتين من الأساتذة وبعد ذلك يكون حظ العلم من جوفك لا من عقلك ولا من نفسك، وتأتي عندما تسأل سؤالا تضع أصبعك في فمك لتتقيأ هذه الكلمات وتنتهي المسألة، نقول لك ما فيكش خير. إذن فالواجب أن ينفعل الإنسان بالبيئة، يتأثر بها ثم يحاول جاهدا أن يؤثر في هذه البيئة. الموارد اللي موجودة في الكون طبيعية كما قلنا مسخرة، فهي تريد أن تقبل عليها بالبحث، تريد أن تقبل عليها بالدرس، تريد أن تقبل عليها بالتجربة لتأتي بجديد. ولو أن كل جامعة من الجامعات حاولت أن تنمي هذه الخاصية التعليمية في نفوس الناشئة لأمكننا أن نرى 1000 باحث و1000 مبتكر و1000 مخترع، وكل ابتكار يخطو بنا خطوة إلى جهة التقدم. أما أن يكون حظ الجامعات إعطاء معلومات ثم يأخذ المعلومات التي أخذها ليفرغها في أذهان تلاميذ وتبقى صورة مكررة، تبقى الجامعات ما أدتش، تبقى مدارس إدارية تدير المسائل. يبقى إذن الأساس الأصيل للجامعات أن تعلم الناشئ كيف تتأثر بالبيئة العلمية التي تعيشها، ثم تضع فيه روح
محاولة التأثير في البيئة بجديد. وإلا لو أن كل إنسان استقبل من البيئة ولم يعطها لجمد العالم ووقف عند مرحلة واحدة. والطموحات التي نراها، صاحب الابتكار مثلا لم يبحث في الابتكار من أوليته، ولكنه تأثر بما انتهى إليه البحث العلمي إلى عصره، ثم جعل نهاية ما انتهى إليه غيره هي بدايته. فمن لم يجعل نهاية ما انتهى إليه غيره بداية كان إنسانا مكروها. وما دام يكون إنسان مكروه يبقى لا يحس به الوجود ولا يشعر به ولا يكون له في الوجود أي قيمة ولا أي ذكر ولا أي نفع. تبقى مهمة الجامعات إذن إنها تربي الناشئة، مش علشان يقوموا بالأعمال الروتينية اللي يقوم بها أي واحد، لا، تنمي فيهم غريزة حب الاستطلاع تستغلها، لأن غريزة حب الاستطلاع دي موجودة في كل نفس بشرية. نوجه غريزة حب الاستطلاع على أن يكتشف لنا جديدا. حين نربيه على أن يكتشف لنا جديدا يجب أن نحضن ثمرات هذا، فإذا حضنا ثمرات شجعنا الآخرين، وإذا ما شجعناه أمكن أن ينطلق قدما إلى أشياء متعددة. والطبيعة بمواردها المخلوقة لله تمد الإنسان بكل شيء. ومن العجيب أن الذين يؤمنون بالله في هذا العصر يردون عطاء الله ويجعلون من كفر بالله هو الذي يأخذ عطاء الله. الله سبحانه وتعالى رب، وكلمة رب تعني التربية وتعني السيادة وتعني المقصود في الحوائج. وما دام الله رب، هذه صفته، يبقى لازم يمد مربوبيه بكل وسائل حياته. وقد كان أمد كل مربوبيه سواء من أقروا بألوهيته أو لم يقروا بهذه الأسباب. إذن فالأسباب والموارد الطبيعية في الوجود يد الله الممدودة، فوجب على كل مربوب أن يستقبل عطاء الله من يده ويعمل في هذه الأسباب. ولذلك الله كتب في سننه أن الذي يأخذ عطاء الربوبية أي أسباب توصل إلى مسببات يعطيه الثمرة ويعطيه النتيجة، مؤمنا كان أو كافرا. آفة الناس أنهم يعزلون عطاء الربوبية عن عطاء الألوهية. عطاء الألوهية منهج، افعل ولا تفعل، وعطاء الربوبية أرزاق وموارد طبيعية. فإن جاء المؤمن والكافر وأحسن استغلالها يأخذه. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منه، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. إذن فعطاء الربوبية للجميع. تخلف المسلمون حينما التفتوا بظاهر فهمهم للدين إلى عطاءات الألوهية، وهو افعل كذا ولا تفعل كذا، ونسوا أن من أوامر افعل أن نمشي في مناكب الأرض، وجاهلوا أن من مرادات افعل استعمرنا. أخذوا الأشياء زي ما قلنا الشعائرية وتركوا غيرهم الكافرين بالله يأخذون عطاء الربوبية، ولكنهم رافضين عطاء الألوهية، فيديهم ربنا زهرة الحياة الدنيا. ولكن الخوف أن يأخذوا الدنيا بكل أسباب قوتها وبعد ذلك يتسلطون علينا فيفتنوننا في ديننا. إذن فالواجب علينا أننا ما نسلمش لهم عطاء الربوبية. من يعبد الله أولى بسره في الوجود. وحينما كان المسلمون هكذا سادوا الدنيا، لأنهم أخذوا عطاء الربوبية تفاعلا مع الكون كله، فاستنبطوا وابتكروا
واخترعوا وأفادوا وتركوا للدنيا بذور هذه الحضارة، ولكن حينما جاءت عصور التخلف وتسلط علينا أعدائنا عزلونا عن عطاء الربوبية، وتركوا حتى المتدينين في عطاء الألوهية السطحي، وما دمنا نعيش كذلك. يبقى إذا كنا الآن متخلفين فهذه مسلمة طبيعية، لازم نتخلف. لماذا؟ لأننا لم نأخذ عطاء الربوبية ونتفاعل مع موارد الطبيعة التي خلقها الله لنا، نتفاعل بعقولنا، نتفاعل بطاقتنا الجسمية، نتفاعل بطموحنا، نتفاعل بما أعطانا الله من قوة وإمكانيات ذاتية وفي الكون المحيط لنا. إذا أراد المسلمون أن يستعيدوا مجدهم فعليهم أولا أن يلتفتوا إلى المهمة الأساسية للإنسان، ويجب أن يعرفوا أن الله حينما تكلم عن الإنسان استعرضنا القرآن فوجدنا أن كل خبر عن الإنسان المجرد عن منهج الله المعزول عن قانون السماء كل خبر عنه من جنس الشر. والعصر إن الإنسان لفي خسر. ما الذي يخرجه من الخسر؟ إلا الذين آمنوا، يعني ارتبطوا بمنهج السماء وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ليقوا على الكفاح والجلد في الحياة. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. كده على طول؟ نعم، لأنه هينعزل إلا المصلين أي الذين ارتبطوا بمنهج الله. إذن فكل خبر عن الإنسان في القرآن من جهة الشر، ولا يخرجه من جهة الشر إلا أن يرتبط بمنهج الله. ولماذا هذا؟ قال لك لأن الإنسان أعطي قوة اختيار في أعماله الإرادية، وما دام أعطي قوة اختيار يعني يفعل كذا ولا يفعل كذا، لا نضمن أن يتبع كل واحد في فعله البديل الخير، بل سيتجه في فعله إلى البديل الخير في هوى نفسه. وما دام هيتبع البديل الخير في هوى نفسه يبقى كل واحد له هوى، وما دام كل واحد له هوى هتتعدد جهات الخير، وهتتعدد جهات الخير هتوجد المنازعات. إذا لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ليه؟ لأن هواه سيرجح فعلا من الأفعال الصالح لها هو، لأنه مخلوق أنه يفعل أو لا يفعل دي. فإذا ما اختار لهواه اصطدم مع أهواء الآخرين. حين يعيش مجتمع أهواء متصادمة تبقى كل طاقاته مبددة. وما الذي يضمن ذلك؟ أن أخرج أنا وأنت وغيرنا من هوى نفوسنا إلى هوى من صنعنا، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حين ما الذي يصنع معنا ذلك؟ يكون المنهج. هذا المنهج في افعل كذا ولا تفعل كذا، وحسبك من حرية نفسك باب المباحات التي لم يتعرض لها الله في افعل ولا تفعل. ما ثبتش حريتك في كل حاجة، حدد فعلك في شيء وعدم فعلك في أشياء، ثم أباح لك أشياء، فاجعل منطلق حريتك في مباحات الله. أما أن تدع منطلق حريتك فتفعل ما قيل لك لا تفعل ولا تفعل ما قيل لك افعل، فهذا يعرض منهجك في الحياة للخيبة. وإن أعطى ثمرة عاجلة في أول الأمر فإن الغاية دائما والنهاية تكون شر. ولا يعجب الذين يستولون على مادية الحياة ويرتقون فيها مهما ارتقوا بأسباب من القوة، فكم من حضارات غبرت في الأرض، ومع ذلك زالت هذه الحضارات، والحضارات لم تستطع أن ترسي نفسها ترسية لا تزول. ولذلك حينما يعرض القرآن ذلك يقول
مهما أخذ الكافر من عطاء الربوبية وأحسن الأسباب واستنبط من أسرار الحياة لا يظن أنه يبني بذلك وجودا ساميا ولا متعاليا، فإنه ستكون هذه القوة مصدر طغيان له، وإذا ما كانت مصدر طغيان له انهارت القيم، وإذا ما انهارت القيم غار صاحب القيم عليها. ولذلك حينما يعرض القرآن لنا الحضارات التي اندثرت يقول والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، حضارة ما خلقش مثلها، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. ولا انتهتش المسألة دي، قال لا إن ربك لبالمرصاد. فكل حضارة مادية مهما ارتقت دون قيم لا بد أن تنهار. إذا الذي يحرس الحضارات إنما هو وجود القيم. من يضع القيم؟ أنا أضعها أو أنت؟ لا يضعها إنسان لإنسان، وإنما يضعها صانع الإنسان لذلك الإنسان. وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق شبابنا في أن يأخذ جميع أنشطته وجميع هواياته وسيلة لإظهار مواهبه ليوجهها إلى ميدان الجد النافع، وأن يحاول طالب الجامعة حين يدخل الجامعة أنه لا يتعلم علما يجمده هو، ولكنه جاء ليكون إنسانا ناظرا في ظواهر الوجود مبتكرا لأسرار الله لينفع نفسه وينفع أمته وينتفع به دينه إن شاء الله. والسلام عليكم.